واش الخوت تملك وشكون بخير وعلى خير. اليوم جينا نتكلموا على الشروط ديال التعدد في التعديل الجديد ديال المدونه. خليكم معنا. نقراو هذه البارتيه اللي غتبان لكم في الشاشه. يحق للزوجه الاشتراط على الزوج عدم التعدد عليها، وفي حالة موافقة على ذلك لا يحق له بعد ذلك التعدد إطلاقا وفاء منه بالشرط، إلى آخر المقال. بزاف الناس قراو هذه البارتيه هذه ما عارفينهاش، وكاين اللي سولنا في الجيميل اننا نهضروا عليها. ها الحلقه وصلت وغندويو عليها بالتفصيل. كما كنعرفوا كاين جوج ديال الناس، مثلا انت وواحد الانسانه قررتوا انكم من بعد واحد العشره انكم تمشيو تخطبها مواليديها، مشيتي خطبتيها صرحتي بالخطوبه ديالك في البلديه، قررتي واحد النهار وسهل الامور ربي مشيتي تقاد الامور العقد ديال الزواج عند العدول. تصور ان العدول غيحطك في واحد الموقف ديال انه غيسول الزوجه ديالك المستقبليه، غيقول لها واش قبلي هذا السيد يتزوج عليك ويدير عليك التعدد، نعم ام لا؟ كما كنعرفوا اغلب البنات راه غيقولوا لا ما نبغيش. دونك انت خاصك تكون مستعد لهاد البارتيه ديال الطبقات، خاصك تكون مستعد ليها نفسانيا وكلشي. المشكل فين كاين؟ اغلب الدراري يكون كيبغي واحد الانسان غيقول عادي، يعني مازال ما وقعوا مشاكل، مازال ما كاين والو، دونك كتقول وتوكل على الله، ما كاينش المشكل. المشكل فين كاين؟ هو ان هذيك السيده اللي تزوجتي ما جابش الله كتولد مثلا، واش انت تحرم راسك من الاولاد؟ ما يمكنش. عندها واحد مرض يعني يقضي من عام المعاشره ديالك. دونك انت فاش وافقتي على داك القرار اللي قررتيه وقالت لا في العقد وتقرر من طرف العدول، الصلاه على النبي الكيم اوفر معلم، ما يمكنلكش تتزوج عليها واخا تكون مريضه واخا تكون ما كتولدش. دونك ما كانش تتزوج عليها واحده اخرى ودير عليها التعدد، الا بحاله واحده انك تطلق ديك البنت وتجيب بنت اخرى تزوجها. بزاف الناس سولونا على انه هو ديك السيده الا ما بغاش دير هذا الشرط كاع في العقد، يعني مع الراجل ديالها تزوجوا ما بغاش دير داك العقد وتوافقوا انه ما يديروش، ما داروش في العقد ديال العدول، لكن من بعد ان الراجل اكتشف ان السيده مثلا مريضه ولا عندها شي حاجه اللي كتمنعو من المعاشره ديالها ولا شي مثلا ما كتولدش كما قلنا، شنو واش غيمشي يتزوج نيشان؟ لا، هنا كنرجعوا للقانون، يعني الطبيعه القانون ما ينص عليه القانون. يعني غتجيب ما يفيد ان السيده ما كتولدش، ولا ما يفيد ان السيده عندها شي امراض اللي كتخليها ما كتعاشركش في الحياه الزوجيه. يعني كاين عراقيل كما دابا، يعني كتدفع الدوسي ديالك وتدفع المشاكل ديالك وكذا واشنو كاين واشنو كاين، وفي الاخر كيقرر القاضي، يعني السلطه التقديريه ديالو، انه يقرر انه واش يعطيك الحق انك تتزوج ولا ما تتزوجش. يعني الراجل في هذه الحاله ما بين المطرقه والسندان، سواء وافق في الاول راه ما عمرو يتزوج عليها الا عن طريق الطلاق، ولا ما داروش هذا الشرط عند العدول هذه راه غيبقاو الاجراءات كما هي. يعني ضروري خصك تبرر، المبرر ضروري في هذه الحاله، يا اما مريضه يا اما ما كتولدش، يا اما شي حاجه اللي خلاتك انك تنوض دير التعدد، ماشي غير يجي وتزوج. نتمنى هذه البارتيه هذه نكون وصلت الفكره والناس كاملين فهموها. ما تنساوش دعموني في الاشتراك، يعجبكم تعليق واش بارطاجيو مع العشره باش تعمل فائده، ودعمونا بلايك، واللي عنده شي سؤال وشي لعيبه خليها لنا في الكومونتير. تحياتي.